بهاتريك لكريستيانو رونالدو وثنائية لساديو ماني، النصر بيتفوق على الفتح السعودي بخماسية مقابل لا شيء. دلوقتي يجي واحد من الجمهور يسألني ويقول لي الكرة فين؟ يا سؤال. اهلا بكم من جديد، انا احمد عبد المرضي وده برنامج الكورة فين؟ الكورة المرة دي في دوري روشن او في الدوري السعودي، والمباراة اللي بنتكلم عنها النهاردة هي المباراة اللي حصلت ما بين النصر الفتح السعودي، والمباراة انتهت بنتيجة كبيرة لفريق النصر بهاتريك لكريستيانو رونالدو وثنائية لساديو ماني. كريستيانو رونالدو ما اكتفاش بس ب3 أهداف، كمان قدر ان هو يصنع الهدف الاول عشان ياخد تقييم كأعلى تقييم للاعب اللي هو 10 من 10 على مواقع التقييم، وده العادي بالنسبة للاعب استثنائي زي كريستيانو رونالدو. الحاجات الاستثنائية اللي احنا بنشوفها من اللعيب العادية بالنسبة لكريستيانو رونالدو هي حاجات عادية لان هو فعلا لاعب استثنائي. طبعا المباراة ما كانش فيها كلام كتير اقدر اقوله، ولكن من اللقطات اللي انا شفتها للمباراة او من الحاجات اللي انا شفتها في المباراة، فانا ملاحظ ان فريق النصر عنده مشاكل دفاعية. فريق النصر عنده مشاكل دفاعية بتبدأ من خط النص الدفاعي. خط النص الدفاعي عند فريق النصر مش اقوى حاجة، والمدافعين لسه إمريك لابورت اول ماتش ليه برضو مش قادر احكم عليه قوي، ولكن ما قدمش برضو المستوى اللي هو متوقع منه. فريق النصر فريق مخيف هجوميا ولكن يبقى عنده مشاكل في الدفاع. قولوا لي انتوا ايه رأيكم في فريق النصر، وايه الاداء اللي انتم متوقعينه ليه في هذا الموسم، ومتوقعين له ايه في دوري ابطال اسيا هذا الموسم. وفي النهاية ده كان رأيي، واحب اكيد اسمع رأيكم في التعليقات اسفل الفيديو. شكرا لانكم كملتوا الفيديو لحد الاخر. ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديد الفيديوهات اول باول، وقولوا لي تحبوا تشوفوا الكورة فين المرة الجاية. شكرا ليكم، كان معاكم احمد عبد المرضي، سلام.